أزواجكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ولئن توبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين كذبوا وأعتدوا بين يدي إلا ما سلف إنما كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء
مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من ذلك لمن أجاب ويريد الذين يتبعون الهدى يتبعوا غير يريد الله أن يعذبكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. تجتنبوا كبائر تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما كسبوا من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين آمنوا أيمانهم وآتوا نصيبا من الله كان على كل شيء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن غير ضرب ولا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن كنتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إلا أن يوفق بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب الذي الذين يفعلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويقول إلينا وما كان عليهم آمنوا بالله واليوم الآخر الله لا يضيق يود الذين كفروا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا سبيل الله يهديكم كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم ودعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعنا لكان خيرا لهم ولكن لعنهم الله بغيرهم لا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها كما لعنا أصحاب السبت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ولله يزكي من يشاء ويعلمون من كيف يفترون على الله كفى به إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء الذين آمنوا سبيلا. تلك الذين أنعم الله عليهم نصيب من الملك فإذا يؤتون الناس نبيلا. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله لقد آتينا إبراهيم الكتاب وآتيناهم الحكيم ومنهم من آمن به ومنهم من أرسلناه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا فيها أزواج مطهرة ونزل إلى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله بما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فآمنوا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إذا المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا المنافقين يصدون عنك صدودا إذا المنافقين يصدون عنك صدودا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. الفاتحة.